اهلا وسهلا بحضراتكم في بودكاست جديد مع سيد سيلز. معانا النهارده حد شاف الميديكال لاب من كل الزوايا. شخص شاف كل الدكاتره، الصيادله، ايفن حتى الاسيستنت. شخص عمره ما اتاخر عن زميل او زميله ولو بمعلومه واحده. منورنا النهارده الدكتور محمود غنيم. اهلا بيك يا غنيم. اهلا بيك يا دكتور سيد. يعني ان شاء الله النهارده يكون يوم ممتع ونفيد ان شاء الله النهارده زمايلنا وزملاتنا في المجال. ان شاء الله يكون لقاء كده متميز ان شاء الله كالعاده. ان شاء الله. انت طبعا منورنا النهارده. حابين في البدايه قبل ما نتطرق الحديث عن اي حاجه، عايزين نعرف كل متابعينا مين هو محمود غنيم. انا محمود غنيم، اكيد كلكم زمايلي يعني في المجال عارفيني. انا اتخرجت من بيطري كفر الشيخ 2011. اشتغلت في الكارير في فايزر، جمجوم، ثم جلوبال نابي. اخيرا دلوقتي انا في اكسيديا سينيور ميديكال ريب، واخد اساينمنت كاس اف اي. حابين طبعا دكتور غنيم في البدايه اللي احنا نستفاد من الاكسبيرينس بتاعتك، وعايزين نعرف ايه الاختلاف ما بين حياه الميديكال ليب زمان عن دلوقتي، وهل فعلا وجهه نظر الدكاتره عن مندوب الدعايه الطبيه اختلفت عن زمان؟ لان طبعا تتفق معايا احنا الاونه اللي احنا فيها دلوقتي عدد شركات الادويه بلس كمان عدد الميديكال ليبس تضاعف بشكل كبير جدا. فحابين نعرف من وجهه نظرك ايه الاختلاف ما بين حياه الميديكال ليب زمان عن دلوقتي. زمان كانت يعني لو حبينا نتكلم، خدنا قبل كده ان الميديكال ريب زمان هنشوف ان الحياه بالنسبه له ان هو يوصل للمعلومه او ان هو يوصل للفيكنت او يوصل للدكاتره. كانت الموضوع فيه صعوبه، ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي، ما كانش فيه الواتساب اللي سهل على كتير من الزملاء ان عايز اعرف عياده الدكتور الفلاني، ميعاد الدكتور الفلاني، مسافر ولا لا، موجود ولا لا. فكان فيه صعوبات. كان عدد الشركات كان عدد قليل جدا طبعا في حقيقي. الماركت. فده كان بيسهل على الزميل ان هو يعمل ريليشن مع الدكتور، لان كان مفيش ضغط الشركات اللي احنا بنواجهه دلوقتي. بمعنى اصح الموضوع كان ابسط من اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط. فكان في ريليشن اكتر، في سكيلز عند الميديكال ريب القديم، بيسمع لزمايله القدام، ما بيتكبرش عن معلومه. لو حد قابله بيديله معلومه بيسمع له، حتى لو اصغر منه، بس اللي هو سمع معلومه جديده هو ما خدهاش بيضطر ان هو ياخدها. لكن دلوقتي على ما اعتقد دكتور غنيم الميديكال لاب القديم بمعنى اصح او حتى ايفن الجديد اللي وانس عموما لما بيجي يقول معلومه او حتى ايفن لو هو بقاله 3 شهور في الفيلد يعني بيحسسنا بمعنى اصح ان هو عارف كل حاجه. بالظبط. مش كده كمان في ناس يعني اللي هو زي الطالب اللي بيحب يقعد في الديسك الاولاني، هو نفس النظام، عارف ده كام حقيقي. دكتور مخبي عليهم، مش عايز حد يعرفه، مش عايز زمايله يعرفوه. ده حقيقي. هو كده كده الرزق يعني، او يعني هي كده كده الدكتور مش هيكتب صنفك انت بالظبط بس، بالظبط. ده هيكتب ليا وهيكتب للدكتور سيد وهيكتب لزميلي ده وزميلي ده وزميلي ده. فليه ان احنا نخبي على بعض الداتا دي؟ هي الداتا دلوقتي ما خلاص يعني، ما بالظبط. يعني اكيد يعني زكاة العلم ده ذكاء العلم ده حقيقي. بتاعك. عرف زميلك ان في يعني في دكتور جديد، مش هتخسر حاجه. بالظبط، يعني حاول تفيد غيرك بمعنى اصح عشان ربنا يكرمك ان شاء الله يعني. بالظبط. كمان الميديكال ريب الجديد نقدر نقول ان هو عنده حماس كبير، عايز يترقى بسرعه، عايز ياخد بوزيشن بسرعه، ما بيدورش على الاكسبيرينس. اكيد حضرتك تتفق معايا ان احنا شفنا ميديكال ريب اترقى بعد 6 شهور، اترقى بعد سنه، وفي الاخر بيرجع ميديكال ريب تاني لو راح شركه تانية. مظبوط. لانه ما عندوش الاكسبيرينس الكافيه. هي مش شغلانه ان هو خد كورس او ان هو اتعلم كورس جديد او قرا حاجه جديده فبقى عارفها فبقى مدير، بس مش عارف يطبقها. وما خدش، ما تعاملش مع عدد دكاتره كبير، فما عرفش يفرق بين ده وبين ده وبين ده. فبالتالي لما بيوصل للبوزيشن بتاعه هو ما بيقدرش يكمل فيه، لانه ما عندهوش الخبره الكافيه. ده حقيقي. كمان سوق الشركات زي ما حضرتك بتقول ان هو زاد كتير، طبعا زاد كتير عدد الوكالات، ان هو خلاص هو عايز يبيع فقط. فبتلاقي الميديكال ريب الجديد ما عندوش السكيلز الكافيه ان هو بيخش للدكتور، هو كلمتين خدهم في التريننج ده اذا كان خد تريننج. ده حقيقي. هو بينزل انا خلاص. عايز ابيع بمعنى اصح عموما يعني. بالظبط. هو ما يهموش اي حاجه غير هو يبيع. السيلز بالظبط. بالظبط. الدواء فيه سايد افكت معين او فيه حاجه معينه هو ما بيقولش. هو اصلا بمعنى اصح دكتور غنيم هو ما عندوش النولج الكافيه عشان يقدر يدسكس مع الدكتور. بالظبط. يعني انا شفت زمايل بيقولوا يعني مثلا الدكتور يساله ان الدواء ده سيف مع البريجننت ولا لا، يقول ان هو سيف. هو الدواء هو مش ما سيف. يعرفش اي لا بالظبط. هو مش سيف. هو أصلاً. ما ينفعش ان انت تقول كده مثلا. ليه؟ انت النهارده المريض ده هو انا، اخويا، اختي يعني. ده حقيقي. احنا هنكون المرضى في يوم من الايام يعني، صح. احنا بنروح نكشف. فالمفروض ان هو ان انا اوصل المسج الصح عشان الدكتور يكتب لي الدواء الصح في الكيس بتاعتي. مظبوط. فنقدر نقول ان الايسكس قلت شويه يمكن عن الجديد، عن المندوب القديم اللي كان بيواجه. هو كانت الريليشن بالنسبه له احسن بكتير، كان في وقت فاضي عند الدكتور اكتر من دلوقتي بحكم ضغط الشركات عليه. طب حابين نيجي لجزئيه ثانيه يا دكتور غنيم وهي الصيادله. طبعا زي ما انت عارف ان الصيادله دول هم شركاء النجاح بالنسبه لنا، بالتاكيد. وزي ما في طبعا عدد كبير جدا من الصيادله فعلا بيقدر مجهودنا وشغلنا وتعبنا، في عدد اكبر وانس ان هو شاف الميديكال لاب وشه بيتقفل. بالظبط. لكن لو انا داخل عموما عشان اشتري دواء بيكون على قلبه زي العسل. تمام. فاحنا يعني عايزين نوجه رساله للصيادله
لان انت عاجلا ام اجلا كصيدلي هتجينا المجال. بالظبط. فحاول بقدر الامكان اللي انت هتقدم السبت عشان تلاقي الحد. فعايزين نعرف من وجهة نظرك رايك طبعا في الكاتيجوري ده من الصيادله، وازاي انا كميديكال ريب اقدر اتعامل معاه. بص، هم زي ما حضرتك قلت كده ان الصيادله هم فعلا ده شركائنا في النجاح، هم يعني بيساعدونا فعلا في الشغلانه بتاعتنا، ده حقيقي. وهم جزء لا يتجزأ من الشغلانه بتاعتنا. بس نيجي نتكلم برضو، تعالى نعذر الصيدلي، يعني تعالى ناخدها من وجهة نظر تانية، ان هو الراجل ده مضغوط طول اليوم، عدد شركات بيخش له كتير، عدد عملاء بيتعاملوا معاه وزباين ده بيخش له حقيقي كتير، مظبوط. غير مشاكله الشخصيه وحياته اليوميه والكلام ده، فهو بيبقى مضغوط. المفروض ان انا كميديكال ريب انقي الوقت اللي انا داخل فيه للصيدلي. ده حقيقي. انا دخلت لقيت الصيدليه زحمه، خلاص يعني انا ممكن اخد فيدباك عن دواء واحد، وبعد كده ابقى اجيله في وقت او استاذنه، يعني انا مقدر يا دكتور سيد ان انت دلوقتي مشغول والدنيا زحمه والكلام من ده، بس لو سمحت انا كنت عايز فيدباك عن كذا. تمام، شكرا يا دكتور وبتاع ومش عارف ايه، بابتسامه لطيفه وبظرف والكلام من ده. وممكن اجي لحضرتك امتى؟ هو يعني فعلا هيحترم الميديكال ريب ده، بالظبط. هيحس فعلا ان هو حاسس بيه، ان هو فعلا مقدر يعني مقدر الوضع الضغط. اللي هو فيه بمعنى بالظبط. اصح. بالظبط. وان هو حتى ايفن لو يعني بمعنى اصح، يعني لو جاء للصيدلي وقال له يا دكتور انا عارف طبعا حضرتك مشغول، ممكن اجي لحضرتك في وقت تاني، الصيدلي في الوضع دي حتى ايفن لو هو مضغوط قال له لا خلاص اتفضل قول يا دكتور، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك خالص يعني. بالظبط. وده انا داخل له مش داخل استنصح عليه، ده حقيقي. مش داخل البسه ان هو خد الطلبيه دي وانا حاسبها بحسبه معينه بلبسها له وكده، لا انا داخل افيده زي ما هو، لان هو النهارده ده مش اول واخر تعامل بيني وبينه. اكيد. تمام. فانا داخل اتعامل معاه ان هو ده احنا الاثنين في مركب واحده، انا استفيد وين وين سيتويشن، انا استفيد وهو يستفيد. تاني حاجه انا مقدر الضغط اللي هو فيه. تمام. تالت حاجه ان انا مثلا مش داخل بقى خلاص انا معايا 14 صنف داخل اخد فيدباك على 14 صنف، مقدر الراجل هو يعني معلش يعني هيحس بايه ساعتها. بالظبط. بالظبط. وفي ناس اللي هي لا يعني سواء قديم او جديد ميديكال ريب اللي هو داخل في تحقيق مع الصيدلي. هو انت بتجيب منين وفي كام ستوك يعني. بالظبط. هو مش شغال عندي، هو بيساعدني. مظبوط. فانا حد بيساعدني يبقى يعني يكون اسلوبه لطيف معاه، يكون في تقدير للوقت اللي هو عنده، في تقدير للموقف الصيدليه. في صيدليه عادي انت ممكن تروح صيدليه تلاقي الصيدلي فاضي عادي، هو اللي بيغيب يتكلم معاك لحد ما يعني انت خلاص انت اللي عايز تمشي. مظبوط. الفكره برضه دكتورين لو تتفق معاه جزئيه ان فعلا الميديكال لاب لازم يحسس ان الصيدلي اللي هو مهم بالنسبه له. بالظبط. نفس بالظبط اهميه الدكتور، هو فعلا الصيدلي لا يقل اهميه عن الدكتور. بالظبط. لان فعلا احنا الثلاثه او دي بمعنى صح هي سايكل واحده، واحنا كلنا عايزين نستفاد، الصيدلي وانا وطبعا اكيد الدكتور، ان هو فعلا ينقي التريتمنت الصح عشان يكتبه للبيشنت بتاعه. بالظبط. فهي الفكره انها في كده، انا مش داخل اضحك عليه، انا مش داخل استنصح عليه، انا مقدر الوقت اللي هو مضغوط فيه، سواء بقى من تعامله مع الكاستمر بتاعه او ان انا في كذا شركه جايه له. ما هو انا دلوقتي يا دكتور سيد انا لو صيدلي ودلوقتي جات لي 10 شركات النهارده لسه جداد في الماركت، وكل واحد عايز يوفر علبه، انا وفرتها وما انكتبتش، انا كده بمعنى اصح يعني لبست ال10 كل الستوك عموما صح. بالظبط. فهي مش بيع والسلام، انا مش داخل ابيع العلب ديت واقول له سلام عليكم بقى ومش هشوف وشي تاني، ما احنا هنتعامل مع بعض. احنا يهمنا طبعا في البدايه الانتربيرسونال سكيلز اللي ما بينه وما بينك، عشان نقدر فعلا نكمل ونجو عموما الطريق اللي احنا اصلا بدأناه بمعنى اصح. بالظبط. فهي اسهل حاجه ان انا اقدر الراجل اللي قدامي ده، انا دكتور مقدر الوضع اللي في الصيدليه والزحمه والوش بتاع الزباين وي 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 المشاكل دي كلها، ومقدر المشاكل الحياتيه اللي بتقابلنا ومش عارف ايه، انا بس اسمحك مثلا او بعد اذنك يا دكتور انا محتاج فيدباك عن كذا. لو الوقت يسمح ان انا اخد فيدباك عن برودكت تاني وتالت ورابع خلاص انا شايف بعناية، يعني انا بعناية النهارده، ما انا مش الدنيا مش هتخلص، انا مش اخر يوم في الشغل ليا النهارده يعني انا مش النهارده اخر يوم في الشغل، لا انا النهارده شغال هاخد فيدباك، هاجي لك تاني بكره وهاجي لك بعده وهاجي لك بعده، فدي اللي هتعمل ريليشن معاه وهكمل معاه، واحاول ان انا افيده برضه بتوصيف دواء هو بيوصفه في حاله معينه، انا عندي حاله يعني انا واخد الدواء وعارف ان ليه اكتر من حاجه. طب يا دكتور حضرتك جربت توصفه مثلا في كذا، لو هو دواء اوتوسي انا جربت توصفه في كذا، فما يلاقي ان انت شايف ان انت خايف عليه وقلبك عليه وشايف ان انت بتدور على مصلحته ومش مصلحتك انت بس، لا هو هيوفر الدواء بتاعك ايا كان منين هيوفر بالظبط، وهيكون في ريليشن. والمره دي خدت فيدباك منه، المره الجايه ممكن يعني في زملاء بياخدوا الفيدباك بالتليفون، بس مره ومره الحياه مش دايره ان انا لازم ان انا اخد كل حاجه دلوقتي. مظبوط صح. طيب نيجي يا دكتور غنيم لركن فعلا مهم جدا، هو الاسيستنت.
زي طبعا فعلا ما الصيدلي بيساعدنا وبيقدر مجهودنا بشكل كبير جدا، الاسيستنت برضه لا يقل اهميه عن الصيدلي. مظبوط. وطبعا يعني فعلا عدد كبير جدا من الاسيستنت بمعنى اصح بيقدرنا وبيساعدنا وبيحاول فعلا ان هو بقدر الامكان يقف جنبنا. ده اكيد. بس في عدد اكبر دكتورين فعلا وانس ان هو برضه بيشوف الميديكال لاب ازاي بيتقفل. مقفوله. ده حقيقي. ازاي مقفول؟ طب هو يعني حتى ما اخدش راي الدكتور سواء كان ازاي مفتوحه ولا لا، هي ازاي دي مقفوله. حقيقة. او كاتيجي تاني من الاسيستنت عموما تعالى بعد ساعه، ده اكيد. او كاتيجي اخر عموما من الاسيستنت بعد كل كشوفات ان شاء الله تقدر تزور الدكتور. بالظبط. طب انا كميديكال لاب عموما لو لقيت كل الاسيستنت بيعاملوني بنفس المعامله دي، انا كده هترفد من الشركه، انا كده مش بلاش. هلاقي اصلا دكاتره ازورها بمعنى اصح. تمام. فعايزين رايك طبعا في الكاتيجوري ده من الاسيستنت وازاي انا كميديكال لاب اتعامل معاه. بص، هو انا دايما بنقول ان الاسيستنت هو مرآة الدكتور، هو مش بيعمل كده من دماغه. في قله بيعملوا كده من دماغهم، بيتصرفوا كده. انا في يعني اسيستنت معين هي بتبقى لسه طبعا عند الدكتور، هي ما شافتنيش، ايوه. الزيرو مقفوله. انت حقيقي، فاهم؟ ده حقيقي. يعني انا واقف مثلا مع الاسيستنت التانية ودي لسه طالعه عند الدكتور، هي ما شافتش حد، هي طلعت من الباب كده شافت الميديكال ريب تقول الزيرو له مقفولة بالظبط. الزيرو مقفوله. طب انت لحقتي تشوفيني؟ يعني انت سالت الدكتور؟ انت الكلام ده. فهو برضو هرجع واقول لك برضو هو نفس الاسيستنت، نفس اللي بيحصل مع الصيدلي، هو وش العيانين اللي بيحصل وانا دوري وانا دوري ولا ما حدش داخل هخش امتى قبلي بالظبط؟ وخناقات ومش عارف ايه والكلام من ده. فهو ده ضغط عليه. هو مش بيعمل كده انه مستقصد دكتور سيد او دكتور غنيم او دكتور محمد او الكلام ده، لا، هو بس من الضغط اللي بيحصل قدامه ومن اللي بيحصل المناوشات اللي بتحصل جوه العياده. في اسيستنت بيعمل كده من نفسه، اتفق حقيقي، معاك. ده تمام. حقيقي. احنا بس بنشوفها طبعا. بالظبط. بس الاغلبيه لا، هو غصب عنه من اللي بيحصل في العياده. هرجع واقول لك انا لو قدرته برضو وان انا اتعاملت معاه ان انا ابني معاه ريليشن وان انا طب ماشي يا ست الكل، طيب خلاص ما فيش زياره دلوقتي، طب ايه الوقت المناسب اللي اجي فيه للدكتور؟ تعالى والله الساعه كذا، تمام ماشي. بعد الكشوفات ما فيش مشكله. طب اخر كشف هيدخل الساعه كام؟ الساعه كذا. طب انا هاجي لو جيت لكم الساعه كذا الدكتور هيبقى موجود؟ ماشي. اقعد معاه يعني واتكلم معاه في براحتي. كاتيجوري تاني يا دكتور نيم عموما، لا انا عايز اخش دلوقتي، لا انا لازم اخش عموما. يعني ما هي بقى الاسيستنت في غلط. الوضع ده على ما اعتقد يا دكتور نيم لو تسمح لي ان هو مش هيدخلك بمعنى صح، بالظبط. وكل مره هتيجي عشان تدخل زياره خلاص الزيارة هو حفظك. مقفولة. بالظبط. هو حفظك ده خلاص. حقيقي. في كده. هقول لحضرتك حاجه. انا مثلا رايح زياره، كان ده موقف مثلا حصل معايا. انا في زياره، هو الدكتور ده ما بيقابلش شركات معينه، يعني الدكتور الشركات دي شايف ان دواها مش افكتيف والكلام من ده، والشركات كمان عن الاحراج المكملات انا مش عايز اشوف مش عموماً عايز، حد عشان لان ما مش يتحركش بمعنى صح. مش هكتبه فما احرجهوش. صح. فالموضوع ده. او دكتور قافل الزياره، بس انا كغنيم او حضرتك كدكتور سيد رحت خدت اكسبشن ورايح ازور الدكتور، تمام. انت خدت اكسبشن ورايح تزور الدكتور، وانا غنيم جيت الزياره وما لقيت، وانا والاسيستنت قال لي الزياره مقفوله، ما راحش اقول له بقى ما هو دكتور سيد واقف اهو. مظبوط صح. يعني بمعنى اصح يعني خلى عندك دم بعض الشيء شويه بالظبط. يعني انا حصلت معايا، انا كنت واخد اكسبشن، قعدت ساعه الا ربع عشان تدخل الزياره. عشان اخش الزياره، ومن الناس اكسبيرينس يعني، أكيد مش من طبعاً. الناس لسه جديده، ده أكيد هم جم في زياره، فالراجل قال لهم ما فيش زياره، فهم وقفوا يشوفوا انا هدخل الزياره هتدخل ولا ولا لا. لا. ما لقوا البيشنت دخل، فالبيشنت انا عارف هياخد ساعه الا ربع، يعني انا عطلني وعطل شغلي. خلاص يا جماعه، في ناس بتبقى واخده اكسبشن. مظبوط. في وقت للزياره، في واحد مكلم الدكتور، انا ممكن اكلم الاسيستنت برضو، بس برضو مش عايز استغل ده على الفاضي والمليان. ده حقيقي. انا النهارده كلمت الاسيستنت، بعت له واتساب او كلمته والله مسموح بزياره، تمام هاجي لكم الساعه كذا، تمام اتفضل يا دكتور. خلاص مش كل مره اتصل، لا ما هو يعني مره ومره صح. بالظبط. خليك خفيف بمعنى صح بالظبط دكتور نيم. بالظبط. فهو الاسيستنت يعني هو مش بيعاند مع الشخص دايما، او هو مش مستقصدك، انت عامله بلطف، صباح الفل عامل ايه، في زياره، تمام هدخل امتى، والله بعد كشفين، خلاص ما تقفش متصدر له. يعني احترم الاسيستنت عشان يحترمك بمعنى صح. دي حقيقه. هو ما تفضلش متصدر له بقى، خلاص سيبه يشوف شغله. هو وراه شغله والله. هو في دوشه عيانين، وانت لا، انت واخد فلوس عشان تدخل العيان ده قبليه، وانت سيبه، هو في مشاكل تانية هو انت متجاري بيها. يعني وحتى احنا كميديكال لاب لازم برضه يعني لنا اكون مهتم بيه، لان برضه الاسيستنت ده بالاخص لو في ميل هي عايزه تخلص عشان تروح بيتها تعمل وعيالها. وعيالها بيبقى فعلا موضوع. انا كميديكال لاب مش ببقى متطرق للحديث اليه بمعنى اصح يعني. دي حقيقه. وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. 2 بيشنت بيتخانق مع الاسيستنت، خليك انت بعيد. طول ما انت بعيد خلاص، ليك كده احترامك وليك مكانك، وضعك أكيد. خلاص الدنيا هتبقى كويسه وهتمشي سموث وخلاص، وهتدخل الزياره بتاعتك. لكن اتدخلت بقى والكلام من ده، هتجيب لنفسك كلام.
انت في غنى عنه. في غنى عنه، وممكن ما تخشش الزياره ده يعني حقيقي. كلمه منك على كلمه منها مش عارف ايه، ملهاش لازمه. انت الاسيستنت عامله باحترام، ابتسامتك اللطيفه، ازيك عامل ايه، لو عرفت تعمل معاه ريليشن دي هتبقى حاجه كويسه. اهتم بمشاكله. ممكن احنا كتير مننا ليه اصحاب من الاسيستنت دولت، يعني هم بشر أكيد طبعاً، زينا صح، مظبوط. زيهم يعني، وعلى راسنا يعني. انت بتعمل ريليشن معاه، والله عندك مشكله، والله ده انا عندي مشكله الفلانيه مش عارف ايه، حاول انت تجيب له حل. هتلاقي الاسيستنت ده بيحبك، بيدور على علاج ومش لاقيه، وانت عرفت توصل له. هيكلمك وهيحاول فعلا يشرح السيتويشن اللي انت او اللي هو فيه بمعنى اصح، عشان يعني توجد حل ليه يعني. بالظبط. وفي اسيستنت انت عارف ان هو بيبقى قريب للدكتور اصلا، فهيفتح لك سكه مع الدكتور، هيفتح لك المجال للزياره. هتبقى عنده خلاص، هتيجي الزياره. انا بشوف ناس بيجي لو الزياره مقفوله او جاي بعد الناس اللي قاعدين، اول واحد بيتخش ليه؟ هو في هيستوري قديم مع الاسيستنت عمله كويس، قدم السبت عشان تلاقي عشان الحد. تلاقي حل بالظبط. طيب نيجي يا دكتور نيم لاهم حد في السايكل بتاعتنا، وهو الدكتور. فازاي انا كميديكال لاب اخلي فعلا الدكتور يشوفني بطريقه مختلفه، وان انا اكون مش مجرد رقم جديد في يوم الدكتور؟ بص يعني هو انا مش يعني دايما الدكتور هو محتاج ان هو يسمع حاجه تفيده، محتاج يسمع حاجه تفيده، مش تفيده هو شخصيا، تفيد البيشنت بتاعه هو. أكيد النهارده لو البيشنت اتحسن على الدواء بتاعك، هيكتب لك في بيشنت تاني وتالت ورابع وخامس، وفي نفس الوقت ان الدكتور برضه هيجيله الريت هيزيد، بدل البيشنت ده ما هيروح يتابع مع حد تاني، لا انا مكمل بالظبط. هو راس مال الدكتور بيشنت بتاعه. فخلينا نفهم ان هو ده راس ماله. فانا مش داخل النهارده بقى زي ما انت عارف يونيك فورمولا والكلام ده كله، يعني مفيش غيرنا في حديد السوق. وكالسيوم بالظبط مع احترامنا للحديد والكالسيوم طبعاً، برضه، أكيد، يعني أكيد. احنا الحديد والكالسيوم. لا انا بتكلم يعني بمفهوم ان طبعا ده يعني اكتر حاجه بقت موجوده او كومون في الماركت دلوقتي بمعنى خليك اصح عندك يعني. جديد، خليك عندك دلوقتي. معلش زمان كان الدكتور بيقعد للميديك، يعني الدكتور هو استاذنا وعارف احسن مننا ودارس أكيد احسن طبعاً، مننا. طبعاً. انا مش داخل اعلمه، حتى لو انا فاهم في الدواء 1,000,000%، هو ممكن يزنقني في حاجه في الدواء انا مش عارف انا ما ارد عليه. عنديش بالظبط النولج ممكن الكافيه اللي انا اقدر ادسكس معاه، ممكن فشكلي هيبقى وحش بمعنى اصح. ايوه انا عالم في دوايا، بس أكيد. في نفس الوقت هو دكتور. ممكن يكون هو قرا جايد لاين لسه ما نزلتش او لسه هتنزل ده اصلا، حقيقي. وانت مثلا ما عندكش فيدباك عنها، فانا مش داخل في منافسه. ده حقيقي. تمام. بس مع الضغوطات والدنيا بقت صعبه ومفيش وقت عند اغلب الدكاتره واغلبنا، وانت شايف اليوم بيعدي ازاي، فبيبقى عايز يسمع حاجه تفيد البيشنت بتاعه. مش داخل اقول له السلام عليكم انا محمود شغال في كذا، تك 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 السلام عليكم. لا الموضوع هو مش كده استفاد ايه؟ اطلاقا، صح. ما علمش معاه حاجه، ده وتيجي حقيقي. تزعل في النهايه ان الدكتور ما مش كتبلكش، بيكتب لي، صح. ان الدكتور والله ده انا رحت له ما مش مهتم. طب ما هو اصلا ما يعرفش انت شغال على ايه، ده حقيقي. ما يعرفكش. ده حقيقي. فما بقاش حاجه عابره والسلام، ان انا داخل سلام عليكم دكتور انا كذا، لا انا جاي النهارده افيدك، افيد البيشنت اللي قاعد بره، بقدم لك حل لعلاج كذا وكذا وكذا وكذا، برسم له البيشنت بروفايل بتاعي ان انا مظبوط، هفيد صح. البيشنت في كذا وهقدم لك كذا عشان يستفيد، مش بقول حاجه عابره والسلام. يعني من مفهوم كلامك يا دكتور نيم ان بيكون السر في المندوب، بالظبط. مش طبعا في الدواء اللي انا شغال عليه. لان الدكتور لو تتفق مع دكتور نيم ان هو فعلا بيشوف عدد كبير جدا من البرودكتس على مدار اليوم، دي حقيقه. فالدكتور فعلا عايز يسمع حاجه مختلفه. بالظبط. دي حقيقة. هو عايز يسمع ايه المختلف عن الناس التانيين، ايه اللي يميزك، سواء بقى كان سعر، سواء كان الرو ماتيريال بتاعتك انت جايبها من مصدر تاني، سواء انت تكنيك التصنيع عندك غير ده، سواء جايد لاين انت بتتكلم عنها، سواء حاجة ريسنت هو ما سمعهاش قبل كده، لو دواء نازل جديد. في سنة من السنين انا كنت شغال على برودكت هو في الماركت مفيش غير الفورمولا دي هي اللي نازلة. مش عايزين نقول اسم مش التريتمنت هنقول عموما يعني، عشان ما نعملش دعايه عموما مش يعني. هنقول اسم. تمام. حاجة لسه جديدة، اوكي. فاكيد هو الدكتور ما عندهوش خلفيه بيها، فاول مره هو بيسمعك عايز يسمع، فاستغل ده، ده حقيقي. استغل النقطه دي، انت في كذا وكذا وكذا عندي في كذا كذا، وما ترميش كل اللي عندك مره واحده، ما تفرغش سله البيت كلها مره واحده. مظبوط. كل مره حاجه جديده عن الدواء بتاعي، صح. كل مره كذا، والتزم بميعاد زيارتي. الدكتور خد بالك بيبقى مركز معانا، بيبقى عارف محمود بيجيله اليوم الفلاني والساعه الفلانيه، عارف محمود هو زعلان ولا مبسوط، داخل عليه من وشه وبتاع، لانه متعود عليك خلاص. انت يعني معظمنا مثبت مواعيد الزيارات، انا باجي يوم السبت في كذا، الحد في حد كذا، كذا بالظبط. فهو
عارف ان انت داخل عليه فشايفك، خليك دايما بتقدم له الحاجه الجديده، شايفك بالصوره المهذبه، الصوره الكويسه، الصوره اللي بتفيد البيشنت بتاعك. برضو مش ان انا جاي بيع والسلام، لا انا جاي بفيد البيشنت، وهي دي فعلا الشغلانه بتاعتنا وده الهدف بتاعها كميديكال ريب. انا مش رايح ابيع والسلام، لا انا بقدم حلول، بقدم حل للدواء بتاعي، بقدم حل للبيشنت بتاعي، انا شغال بفيد. يعني هي شغلانه ممتعه. ده حقيقي. بس فعلا الميديكال ليبس بقى بيبص لها بمنظور مختلف بعض الشيء يا دكتور محمود الفترة اللي احنا فيها دلوقتي عموما يعني. انا شغال عموما في مكان يعني يهمني طبعا الدكتور راح الدكتورة لابس عموما البدلة بتاعتي ونازل وراجع من شغلي، والناس فاكرة ان انا معايا شيء وحاجات يعني، فاهم قصدي اللي انت. المنظر العام بالظبط بالظبط يعني. لا لا طبعا. ففعلا الموضوع مختلف تماما تماما على الجزئية دي، او بمعنى اصح لازما ان احنا نبص بمنظور مختلف شوية عن الميديكال لاب. دي حقيقه دي حقيقه. احنا فعلا دكتورين بنشكرك على تواجدك معانا النهارده، وعلى سعة صدرك على كل طبعا الاجابات على الاسئله القيمه اللي احنا يعني تطرقنا للحديث اليها. وان شاء الله كده نشوفك في بودكاست قادم اخر ان شاء الله الفتره القادمه. انا اللي كنت مبسوط النهارده يا دكتور سيد والله ان انا موجود معاك يعني، وشرف ليا انا اكون موجود معاك، ويعني انا مبسوط اكتر يعني. ان شاء الله يكون اللقاء ده يفيد الزملاء بتاعتنا ان شاء الله في المجال، يعني سواء زميلنا او زميلاتنا اللي موجودين في المجال، واي حاجه احنا تحت امرهم دايما طبعا، وان شاء الله دايما كده نكون دايما مبسوطين. معودنا بذوقك يا دكتور محمود حقيقي. ربنا يعزك يا رب يا دكتور سيد. حابب اوجه رساله اخيره لاهلنا واخواتنا وزوجاتنا: راعونا وحسوا بينا. احنا بنصحى من نومنا الساعه 9 الصبح، بنخرج شغلنا، بنكون مش عارفين هنرجع بيتنا امتى، ممكن 9 بالليل 12 بالليل على حسب ما يومنا بينتهي. بنبقى ماشيين في الشارع احيانا بنكلم نفسنا عمالين نفكر هنأتشيف التارجت ازاي. طيب انا هفضل محافظ على مكاني في الشركه دي الشهر ده، ولا ممكن الشركه تاخد اكشن وتمشيني؟ بنرجع بيتنا بعد شغل اكتر من 12 ساعه، مش بنكون محتاجين حاجه كبيره قوي، بنكون محتاجين اكله كويسه، ابتسامه جميله، ونحضن السرير وننام. فانت كأم لو شفت ابنك في الوضع اللي هو فيه ده احضنيه وطبطب عليه. انت كزوجه لو شفت زوجك في الوضع ده قدريه وحسي بيه، واعرفي هو بيتعب قد ايه علشانك، علشان يوفر لك كل حاجه. انتظرونا في بودكاست جديد مع سيد السيلز.